1000 جواز سفر رسمي سوري خلال أيام رح تكون في سفارة برلين في ألمانيا. وفد من الخارجية السورية الآن يعمل ويجري مقابلات على توظيف أكثر موظفين للعمل داخل السفارة السورية في برلين، وسيتم افتتاح أيضا القنصلية الفرع الثاني رح تكون في مدينة بون لتخدم أكثر. رح 1000 جواز بالإضافة لتسهيلات، وأنه الإنسان أي شخص يقدر يقدم طلب الجواز عن طريق التطبيق وبعدين يروح لحتى يبصم أو يستلم الجواز، وهذا حيكون أسهل. طبعا الإجراءات والمعلومات إن شاء الله حتشوفوهن تحت بإذن الله. يعني ما شاء الله بارك الله فيكم، تابعوا الفيديو. ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الخارجية لإعادة تهيئة البعثات الدبلوماسية في الخارج وتطوير الكوادر الموجودة فيها لتلبية الخدمات التي تقدمها، انطلق وفد من وزارة الخارجية والمغتربين بالتوجيه من معالي الوزير إلى ألمانيا لإجراء تعديلات تنظيمية على قنصليتنا في برلين. تتضمن هذه التعديلات إجراء تغيرات في البنية التنظيمية للسفارة وافتتاح صالات جديدة لتقديم الخدمات. ستؤدي هذه التغييرات إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات المقدمة، فسنصل إلى استحصال 1000 جواز سفر يوميا، وكذلك سيتم رفع الخدمات المقدمة في كوكالات وتصديقات بشكل كامل. سيزيد عدد الوكالات إلى 200 وكالة، وسيكون الحصول على التصديقات مفتوح بشكل كامل لأي مواطن يرغب في الحصول على التصديقات بدون حجز موعد. كما سيجري توظيف العديد من الكوادر للقيام بهذه الخدمات، قد يصل التوظيف إلى 40 شخص مؤهلين يتم اختيارهم بعناية وفقا للكفاءة والخبرة والتجربة السابقة. سيتم إجراء تحسينات على تطبيق حجز الدور، وسيتم إضافة العديد من الوثائق التي يمكن للمواطن أن يسجلها قبل الوصول إلى موقع القنصلية للحصول على الخدمة، وبالتالي سنختصر الكثير من الوقت على المواطن وعلى الموظف الذي يقوم بإجراء المعاملة. في تطبيق حجز الدور الجديد يمكن لأي مواطن تحميل هذا التطبيق على جهازه المحمول وحجز دوره بنفسه بعيدا عن السماسرة. وللأسف هناك بعض السماسرة يستغلون حاجة الناس ويعني يحتالون عليهم بفكرة حجز الدور، وإنما الحجز متاح للجميع ولا حاجة لأي وسيط حتى يحضر المواطن للقنصلية ويحصل على دوره. بعد انتهاء الوفد التقني من إجراء التعديلات اللازمة في سفارة برلين بما يخص الخدمات القنصلية، سيتوجه إلى مدينة بون للاطلاع على التجهيزات اللازمة لافتتاح قنصلية بون عما قريب. ستتضمن زيارة الفريق التقني إلى قنصلية بون مقابلات لتوظيف كوادر جديدة لافتتاح هذه القنصلية، وكذلك تجهيز البنية التقنية والاحتياجات اللازمة لانطلاق عملها قريبا إن شاء الله. تركي بس من زمان ما استخدمتها. عدد فرق العمل عدد العاملين فيها سابقا؟ الأقصى كان بحدود تقريبا 35